عندها نفس المشاعر والحنان والاحتواء. المفروض ان المرأة معروفة بالحنان والتقدير والاحتواء، ان يكون عندها المشاعر دي تجاه امرأة تانية زيها. المفروض انها بتصعب عليها وبتشفق عليها، لكن لا، تلاقيها بتنتقدها نقد لاذع. كل ما يكون عندها اي انجاز في حياتها، بالمصري كده تبكتها، تقول لها ولا حاجة، ايه ما اللي زيك اخدوا كتير ده، وتقلل من شأن كل حاجة، ما تفرحش فرحها، بل بالعكس تنتقدها نقد لاذع، ممكن تتسبب ليها في مشاكل، تروح من الخلف وتعمل مشاكل وتوقع بينها وما بين مديرها. الحاجات دي كلها بنشوفها اكيد. ما ينفعش ان احنا نقول انها مش موجودة، لا، موجودة ما بين بعض النساء وبعضهم البعض. ايه الاسباب اللي تخلي هنا بقى ان المرأة تكون عدوة المرأة فعلا؟ تعرفي يا أستاذة ندى، أنا دائما أقول المرأة يعني هي مسكينة. مسكينة مو للتعاطف، لا لا لا، مسكينة إن هي ما هي مدركة حجم قوتها وحجم تميزها وحجم الذكاء اللي عندها. طيب، بتقلل من شأنها بنفسها كذا، ما في حد بيهدمها، هي بتهدم نفسها. فلما نيجي نبغى نناقش ظاهرة زي هذه إن المرأة هي عدوة المرأة وإلى آخره، لازم نذكر أول شيء إنه الشر يعم. والشر يعم معناها أنه العبارة دي لما خرجت أساسا خرجت من بضع نساء، وصاروا حتى النساء اللي ما يؤمنوا فيها يعني يطبقونها لا وعي. فصار عندنا إحنا صارت ظاهرة اجتماعية، وهذه الظاهرة أساسا لها أسباب. أول شيء عندنا ثقافة التنافس اللي هي في المجتمع المحدودة، بمعنى المجتمع وثقافة النساء وتربية المرأة تقوم إنه إحنا دائما بنربيها إنه الفرص محدودة والأشياء قليلة وما يسعنا كلنا، والقمة لا تسع إلا امرأة واحدة، ما تسع مجموعة من النساء. فأصبحت المرأة تشعر إنه النجاح تبعها هذا لازم يهدد نجاح امرأة أخرى. طيب، بدل ما بالظبط. إنه يكون مم. يعني يعطيها أفكار وينشطها، لا، دائما ها نجحت هي معناها أنا ما حقدر أنجح. ليش ما تقدري تنجحي؟ لما تقولي خلاص هي قدرت لأنه ممكن ساعدوها، ممكن أهلها دعموها، ممكن زوجها، ممكن فتشعر إنه النجاحات ما هي كثيرة، النجاح محدود في اتجاه معين. والمرأة في الغالب النجاحات اللي تبحث عنها هي في أدوارها كزوجة وأم أكثر شيء يعني، فما عندها توسع في مداركها إنه النجاح لا، مم. أكبر من كذا بكثير، هذه مجرد أدوار. أي نعم النجاح فيها كبير، بس عندك مجالات كبيرة جدا للنجاح. هذا واحد. الشيء الثاني الوعي الناقص، الوعي الذاتي الناقص هي بذاتها هي كامرأة وأنثى، يجعل المرأة غير متصالحة مع نفسها، لأنه هي ما تعرف نفسها ولا تعرف قدراتها ولا تعرف مؤهلاتها ولا تعرف نقاط قوتها ولا تعرف نقاط ضعفها. فهذا يخليها تركز على الجوانب الضعيفة اللي في شخصيتها اللي ما مم. تحبها أصلا، مم. تضخمها في ذاتها. التضخيم ذا كله يخليها تشعر دائما بالنقص، وشعور النقص ده يخليها ايش تسوي؟ تنتقد الاخريات عشان تخفي هذا الضعف، هذه النقطه كلها. مم. طيب، الشيء الثالث اللي ممكن يخلي الظاهره دي موجوده عندنا انه سبحان الله، المراه هي شديده على المراه. دائما تلاقي المراه هي تحاسب المراه، يعني الام تحاسب بنتها حساب شديد جدا، ما مم. تقف معها لو ارتكبت اه. خطأ. البنت تخاف تقول لأمها لكن ما تخاف تقول لأبوها. ليش؟ لأنه تخاف من غضب أمها. مم. الأخت ما تقدر تقول لأختها. ليش؟ لأنه إحنا كنساء نقسو على بعضنا البعض. مم. طيب، تحت مسمى إيش؟ إنه عيب ما تسوي كذا، المفروض تسوي كذا، والمفروض تكوني كذا. اه. عندنا اه. كده صورة من باب ان نموذجية انا مطروحة. خايفة عليكي وبنصحك، لكن بتكون بطريقة فجة جدا وقاسية جدا. أيوة، بتخليكي مسجونة داخل مربع صغير أنت ما تعرفي، أنت إنسانة في النهاية، والأخطاء مم. هو السلوك الطبيعي فيكي أنت. طيب، الشيء الآخر اللي ممكن يخلي المشكلة دي موجودة أنه كثير من النساء أو نحن النساء ما احنا متربيين ومتعلمين مسألة ان احنا ندعم بعضنا البعض ونتضامن مع بعضنا البعض ونوقف مع مم. بعضنا البعض منذ الطفولة. ترى ما بنتربى على كده، احنا بنتربى انت لازم تنجحي ولازم تتفوقي، ودائما ليش بنت بالظبط. خالتك احنا نجحت وليش شفنا ده في كذا. عائلات كتير واسر كتير يا استاذه خديجه. الاب او الام يقعدوا يقولوا لاولادهم او بناتهم بقى بالذات،